اللي منكم هيجي مطروح السنه دي هيلاقي الوضع اختلف تماما. اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده الكورنيش اللي كنا زمان بيكون سور بس وكل دي مساحه رمله، دلوقتي بقى الكورنيش بالمنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه، اعمده الاضاءه، رخام في الارض، مساحه كبيره تقدر ان حضرتك لو في عجل او عايز تلعب او الاولاد يكونوا قدامك في مكان ملموم وبعيد جدا عن العربيات وعن الباركنج اللي موجود والرصيف، فتقدر تكون هنا ممشى ويكون فسحه، وتقدر كمان على السور الرخام ده تقدر تقعد بالليل وتقزقز شويه لب وتقضي سهره جميله في هوا مطروح وبحر مرسى مطروح. تطوير كورنيش مطروح مشروع من المشروعات المهمه جدا اللي تم تنفيذه حاليا السنه دي، وكل زوار مطروح لما هيجوا السنه دي ان شاء الله هينبسطوا وهيلاقوا شغل جميل جدا اتعمل وتطوير مهم. اكتر من مكان هنوريه لكم، اكتر من تطوير الكورنيش باكتر من شكل. هنمر معاكم دلوقتي على الكورنيش كله علشان نتفرج عليه، اوعوا تروحوا في اي حته. وما تنسوش تتابعوا مجموعة حلقات دليلك الكامل لمرسى مطروح علشان تعرف الشواطئ وأسعارها وأماكنها، تعرف تسكن فين وبكام، تعرف تتفسح بالليل فين، هتعرف معانا إزاي لو أنت ناوي تصيف السنة دي في مطروح تنبسط وبأقل التكاليف. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد. أخوكم مراد محمود، وكملوا معانا الفيديو للآخر علشان تشوفوا كورنيش مطروح بعد التطوير والبوابات والجمال ده كله بقى عامل إزاي.